عن متلازمة بيكا. سليم عنده 7 سنين في أولى ابتدائي، ولد هادي مش بيحب الدوشة ولا اللعب الكتير، بس كان في حاجة غريبة فيه ومحدش كان فاهمها، وهي إنه كان بياكل حاجات مش منطقية. أيوه بالظبط، حاجات حرفيا محدش بياكلها. يعني مرة مامته شافته هو حاطط في بقه مناديل ورق، ومرة تانية لقيته بياكل في طباشير قعد يقزقز فيها كأنها فشار، والكراسات بتاعته نصها متاكل بالحروف. في الأول الناس قالوا ليها كلام سهل زي ده عادي، ده بيعض الورق من التوتر، ده نقص كالسيوم اديله أكل، ما هو كل الأطفال بيعملوا كده. بس مامته كانت حاسة إن في حاجة غلط، بدأت تزعق له وتضربه، وأوقات كانت تشيل من قدامه كل حاجة ممكن تتاكل. بس مفيش فايدة، هو كان بيرجع ليها تاني يدور على كل حاجة أو أي حاجة تقع تحت إيده وياكلها. وفي يوم حصل اللي كانت خايفة منه، لقيته بلع حتة بلاستيكية من لعبة مكسورة، ودوه المستشفى وهي مرعوبة وهي قلبها بيتقطع. في الطوارئ بعد فحوصات وأسئلة كتير قالت لها الدكتورة كلمة أول مرة تسمعها: ده ممكن يكون عنده متلازمة بيكا. مامته يعني إيه أصلا متلازمة بيكا؟ الدكتورة يعني بياكل حاجات مش أكل، وده مش لعب عيال، ده اضطراب نفسي وسلوكي. وهنا بدأت الرحلة، تحاليل وتقييمات ودكاترة بتاع التغذية وأخصائيين نفسيين، بس الأهم إنها بقت بتفهمه أو عارفة السلوك بتاعه ده ليه. بقت تعرف إن سليم مش عنيد ولا غريب الأطوار، سليم عنده اضطراب محتاج حب وصبر مش عقاب. ومع الوقت ومع العلاج سليم بدأ يتحسن، بقى يعرف إزاي يعبر عن السلوك ده، وبقى بيقول لمامته لما بيكون متضايق بدل ما ياكل تراب أو الكراسات يعمل إيه بالظبط. الكراسات بقت سليمة واللعب بقت في مكانها مش في معدته زي ما كان بيحصل. والأم بقت واعية أكتر وبتحكي لكل أم على اللي بيحصل. لو ابنك بيعمل تصرفات مش مفهومة اسألي وافهمي وما تستسهبيش الموضوع. وبكده يكون وصلنا لنهاية الحالة بتاعتنا النهاردة.